نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول لكم عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعمل مع بعضنا زرير بالبفريوة والجلجلان. سبقت في القناة عملته معاكم بالكاكاوية وانتم لكم كل اختيار. انا نعطيكم الطرق متاع الزرير وانتم حرام. وعنا للزينة خدينا لاكاجو. نبدأ مع بعضنا بسم الله. نبداو اول حاجه نعملوها اللي احنا باش نحطوا البفريوه متاعنا تتحمر في الفور. نحطوا البفريوه متاعنا نخلوها تتحمر ما نخلوش تتحرق، اما تتحمر كمان، ما نخلوهاش تتهلك، فهمتوا؟ باش ما يجيناش الزرير مر زاده واللي فيه طعمه الحريق ما عادش يجيب لين حتى طرف. بون هذه البفريوه تاعنا نحطوها في الفور تتحمر. انا ما نجمش ندير معاكم معناتها نوريكم اللي هي تتحمر، اما تنوريها كيفاش حمرتها. وريتها لكم سابق في الكاكاوي كيفاش حمرتها. هذيا اللاكاجون تاعنا هذا نخلوه للزينه باش نحمروه، معناتها ما نخلوش يتحرق ونخلوه للزينه، فهمتوا؟ خاطر الزينه نجمو نعملوا اي حاجه اللي نحبوا عليها احنا نعملوها. تويكا باش نعملوا الشحور متاعنا. هذا الكسرولة هنا ناخذوا السكر متاعنا، ناخذوا كسرونه باهيه معناتها واسعه شويه باش ما يهزنا نعملوا الحكار. هذا هو هنا ناخذوا كاس سكر، كاس سكر مليان نحطوه لهنا. هذا الشحور بتاعو، هذا الكاس الثاني. كما قلت لكم نردوا بالنا على البفريوه متاعنا. بيعتنا باش نرحوها ليس زاده في الرحيان، نعرف كيفاش نرحوها. انا وريتكم التفاصيل في بتاع الكاكاو، يعني كيف تنحي الكاكاو تحط البفريوه هذيك هي. نزيدوا كاس اخر، حتى كان قعدنا شحور نسقوا به الجاتو ولا الكيك ولا اي حاجه، راه يتحط في دبوزه، يتحط في الثلاجه في الجدار نورمال، يعني مش في الكونجيلاتور. هذا الكاس الثالث. نحطوا زوز ماء، نحطوا زوز كيسان ماء بالسبيله عاديه. ياخذ غلوه باهيه ونحسوه ولا يتلصق في بين صوابعنا، نحطوا له شويه قارص، يعني نحطوا له مغيرفه قارص مش برشا. حطوه على الغاز. لهنا باش نوريكم اللي احنا باش نعملوا الزبده نتاعنا تتحمر. يعني الزبده نعملوها اللي يتنحى منها الماء نتاعها الكل وتولي لونها مارون. هذه زبدتنا، انا ماخذه منها شويه بطبيعتي، هما 400 غرام، انا ماخذه منهم مغرفه هكا مش برشا. نحطوا الزبده نتاعنا، هذه اللي باش نعملوا بها الشحور نتاع الزرير بتاعنا. استغفر الله، ما واحد صايم هكاها نحطوها تسيل على الغاز نتاعنا
نخلوها حتى تولينا لونها مارون. هاكا قاعدة معاكم بالديتا، يعني مانيش نخبي عليكم في حد شيء، ظاهرة كي تشوفوا نوريكم بعد تفهموا كيفاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. تويكا باش نكمل نوريكم المكونات الاخرى. نخلو الزبدة تهبط على روحها في عقلها. هنا قلنا عنا الطل الجرجلين اللي باش نحمروه. هنا عنا العسل نتاعنا 500 غرام اللي باش نعملوا بها الزرير نتاعنا، مش طبيعي هذا بطبيعته نتاع المغازة، فهمتوا. وهنا حاجة اللي باش نحطوا فيها العجينة نتاع الفاكهة كي نرحوها. ساهل ماهر، راهو ما في حد شيء. انا ذي نعمل فيكم بعد ما اذن الفجر قمت نعمل فيه معاكم راه باش نلقاوه للسهرية، فهمتوا. كان حين ربي نرجع لكم وقت يحضر الشحور نتاعنا باش نوريه لكم كيفاش. والزبده نتاعنا تتحمر ونحولها اكل الحليب معناتها الفوقاني هذاك نتاعها، وتحمر الفاكهه نتاعنا ونوريها لكم كيفاش ترحات ونوريكم بقيه التفاصيل. حضرت البوفريو نتاعنا هاوكا الواحد نتاعها اللون نتاعها كيفاش ولا اخسروا كيفاش اللون الذهبي خذات، ما نحرقوهاش باش ما تهلكناش الزرير نتاعنا. الزبده والشحور قاعدين يحضروا. الشحور ما نعملوش قوي برشا، نعملوه خفيف كيما قلت لكم. كان فما حاجه فاضله فيه بالطبيعه نعملوا بها الكاتوات، ما فماش فاضل خذاه الزرير الكل هذاك هو. الجلجلين راهو مغسول ومنقي، انا حطيته كيكه في ساشيات مقسمته باش نلقاه حاضر، فهمتوا. نرجع لكم بعد ما نرحيها ان شاء الله. توش نحط الجلجلين يتحمر لنا ونرجع لكم بعد ما نكمل نرحي الفاكهه ان شاء الله. كملنا رحينا الفاكهه نتاعنا. توا باش نقول لكم على حاجه اللي انا حطيت من الاول 200 غرام بوفريوه، لكن بعد زدت 300 غرام ولا رطل بوفريوه ورطل اللي هو السمسم يعني الجلجلين. تويك عملتها هاي الزبده نتاعنا هايك اللون نتاعها الدوري ريتوه. نحينا منها الماء نتاعها خليناها يغلي بالكدا حتى تنحى منها الحليب هذاك، خاطر يراهو يقعد مده مثلا في الثلاجه باش يعد منا. احنا لازمنا نعملوه هكا. هنا انا خديت نص ايترا هو شحور، نصف ايترا يعني 500 غرام، فهمتوا. باللغه الماء يعني نص ايترا، لكن كيما العسل هاكا 500 غرام. هنا باش نبدو نخلطوا مع بعضنا ونشوفوا الطريقه سهله جست في التحمير، معناتها تردوا بالكم باش ما تحرقش الفاكهه وتكون لونها دوري. وفي الشحور لازم يكون هكا، باش نوريكم لازم يكون هكا خفيف. هاوك ريتو ميزموش يكون كاسح يعني كيما متاع البقلاوه والحاجات الاخرى كيما متاع الجاتو بالضبط. يلزمنا تويكا نبدو نخلطوا هنا الفاكهه متاعنا. بسم الله. نحطوا كل شيء هنا في الكسرونه نخلطوا على بلاصتنا. من الاحسن هو نحطوه هنا نخلطوا بعد نهبطوا مادام عندنا نعملوا هكا نحو علينا. نحطوا الزبده بسم الله هاي كريتوها باش يجينا مشخشخ وبنين. ونردوا بالنا في التطيب ما نطيبوش برشا باش ما يجينيش كاسح. وفي صورة ما جانا كاسح ناخذوا كاس تاي صغير، حتى كاس تاي اللي نعملوا فيه التاي الاحمر تاعنا ولا الاخضر هذاك يبدا كبير مش كبير برشا. حتى نوريكم كيفاش. خلي كيما هكا كيما هكا ماء معناتها من الماء معدني ونسخنوه ونحلوه بيه. هذاك جانا كاسح سطر للتصليح، فهمتوا. تكسرت مش مشكلة، دفع الله مكان أعظم. كملوا بها منيش نقصها اللقطة خاطر أنا بسم الله. هاوك قلنا رطل بوفريوة ورطل جلجلين. هاوك نحلوها بالباهي باش تتخلط الفاكهة الكل مع بعض. راهو جلجلين الواحد كي يتعلموا الزرير استغفر الله يا ربي كي يتعلموا في اي وقت ينجم يعملوا، فهمتوا. ما يستناش يقعد يبدا يتشهى ولا يمشي يشريه يعني
هكا يخير له، فهمتوا؟ اوكي، يعرف روحه شنو يخدم في داره وسهل في نفس الوقت. احنا في تونس بالنسبه من مش توانسه اللي ما يعرفونيش يعني في التقاليد متاعنا، اللي هو الزرير هذا نعملوه للمراه معناتها اللي زادها بيبي، يعني زادها طفل صغير، فهمتوا؟ باش كي يجوا العباد يهنوها نعملوا لها البقلاوه والحلويات العربي متاعنا الكل والسوري والسالي، وباش نقدموهم للضيفان متاعنا كي يجوا يباركوا لها على البيبي. وتوا معناتها الدنيا هاك تشوفوا تطورت، اللي يشتهي حاجه يعملها من غير لا انفاس ولا حتى شيء. هاك اخزر كيفاش تخلط. توا نجيب الشحور متاعنا بسم الله ونحطو هاك. كان حسيناه بعد واحنا نطيبو نقص شويه العسل نحطوه اخر حاجه ما نحرقوشو. هاك نحلوه هكا بالطريقه هذه. هاكا هاك احنا بطبيعتنا انا مطيبه بزيت، فهمتوا؟ هاو باش نوريكم. هاو مازال منه هاكا نص فيتره اخرى، مازالت انا عملت ايدرا، فهمتوا؟ كان انا استحقيت له في التنظيف تو نزيد منه. واحد ديما يعمل حاجه بزيت خير من يقعد ناقص. وكان حسيت اللي هو سافا خليه، فهمتوا؟ والباقي نحطه في دبوزه كما قلت لكم، نحطه في الثلاجه كي نعمل جاتو نستعمله، فهمتوا؟ هنا باش نحاول نصب الخليط بتاعي. هاكا صبوه في الكسرونه هذه هكا. ريحه فيه تشهي نودكم بالحق مش هيكمش. هاكا هنا حضرنا الكل متاعنا لهنا. نحاولوا ننظفوا الباليت متاعنا هكا. هاكا ريتوه مقعد الجاري مازلت نخلط فيه مقعد الجاري. تويك انا نرجع على الغاز ونوريكم كيفاش نطيبوه ان شاء الله. هاكا حطيناه على الغاز. انا باش نزيدو شويه نقصته في الغاز على الاخر، باش نزيدو شويه شحور خاطرو يبس مش كيما هاو زدتو نصف كاس سمعتوا هذايا هكا. هاو وين لهنا هاكا النص نتاعو نص في ايدرا يعني ربع ايدرا، فهمتوا؟ ونحركو باش ما يشدناش. احنا مازلنا باش نزيدو ياكلنا ينجم حتى ايدرا راهو شحور، فهمتوا؟ باش ما يجيناش شاي. حياتو علاش نقول لكم طيبوا بزيت ما تعرفوا الديفو الا فوق الغاز. راهو انا باش نزيد نص ايدرا كامله، يعني وليت عملت ايدرا كامله شحور. هاو باش يجينا ليس وطري ما يجيناش ناقص. باش نزيد منها لانه جانا كاسح، فهمتوا؟ كي يجي كاسح يولي ما عادش يعطينا القوم تاع الزرير البنين والليس هكا. هاو تويكا نطيبوه مش برشا خاطر هو بطبيعته حاضر معناتها طايب الفاكهه كل شيء طايب فيه، احنا جيست باش يعطينا اللون متاع الزرير هكا. هاو نحركو ديما نحركو بالباهي مغرفه، سيرتو كي نبدو في النحاس نستعملوا مغرفه لوحه لينوكس، استغفر الله مش نحاس، هو النحاس في القاع نتاعو هذاك علاش غلط. القاع نتاع الكسرونه نحاس، مخدمينها ميلونج يعني بين النحاس واللينوكس. هاكا اخسروا كيفاش ريتوه ساهل ماهل. انا الحق ما وسعتش برشا في الرحيان، برشا قعدوا لي طريفات هكا فيه، اما ماذا بيكم ترحوه ليس، واللي يحب يخلي فيه كيفي انا كيكه تروف للتقرميش يخلي على روحه. وردوا بالنا على الماكينه بين الراحيه والراحيه نخلوها ترتاح مديده، خاطر انا برشا اللي الماكينات اللي نرحي بهم تحرقوا لي من جرة نشدها افي على بعضها حتى نحرقها، فهمتوا؟
هو دوبا يغلي نحسوا فما تبقبيقه هكا، واحنا نزيدوا العسل ونقصوا عليه. بالطبيعه الكاجو بتاعنا حضر باش نعملوا في ما تشوفوا معناتها مش مجرد زينه هكاكا برا كعكين من فوق كهو. نوريكم الطريقه اللي باش تحطوا بها كي تحبوا تودوا رويحاتكم ولا ضيفانكم. بالطبيعه هذا رمضان ويجينا كل اللي يحبنا، فهمتوا؟ هكا حاجه ديما موجوده في الثلاجه، وحاجه بنينه مع كويستي اخضر ولا كويستي احمر خفيف ومنعنع، واحد يعمل سهريه باهيه حلوه كما دايم شيء. يعني قلت لكم ما تنجموا تقولوا ما تعطوش ما فماش وقت حتى في الليل واحد يحضر حاجته، ولا كي يقوم الفجر باش يصلي ولا يعمل حاجه يستغل الوقت بعد الصلاه ويعمل حاجه. خاطر ما تنجموش تعملوهم بين ترتيب شقان الفطر وبينه هما مش باش توافقوا، فهمتوا؟ فما شويه عب بزيت. هاك شوفوا لونه كيفاش بدا يتغير. هاك كما قلت لكم جاكم يابس، اياكم تخلوه يابس، بعد يبدا في الفم يتلوك العلكه، يعني ما عادش زرير. جيت يطلع الريحه كها اخضر كيفاه. ذاك بعد كي يشيح يولي معناتها كل معناتها ليس على الاخر في الفم، ما يقعدش هكايا. انا منقصه في القاص على الاخر، راني عباره نطيب فيها على ضوء شمعه باش ما كي تقوي القاص راهي تحرق لكم، ما بلي تحرقوا راه باش يشد لكم في القاع. كما قلت لكم العسل ما تحطوش من الاول، راهي تحرقوا لي ما عاد فيه حتى بنه. اللي عنده العسل العربي يعمل زاد على روحه راه. انا الحق هذا عسل سوري مش عربي. نحرك ديما يعني. اخزروا كيفاش هكا. هاو تويكا غلوه خفيفه ونقصوا عليه، ما نخلوش جيست نحط العسل ونقص عليه باش ما يسيحناش. انا تو باش نحط العسل، بسم الله، ونحرك. حطيت نص ايتر 500 غرام كاملين. انا بطبيعتي الدبوسه عشان نخليها نحط فيها الزرير، فهمتوا؟ هاكا حكي وحراري ماهيش باش نطيشوها. هاكا وقت توفوا منها العسل حطوا فيها الزرير نتاعكم، تقعدوش تلحسوا فيها. هاكا بطبيعتها تستغلوها في وسط الزرير. هكا هاو تويكا باش نقص عليه ونجي نعبي نوريه لكم ان شاء الله. تويكا باش نعبي لكم في الكيسان. انا قبل ما نعبي لكم حطيت شويه في كيس صغير وحطيته في الثلاجه نورمال باش تنتستيه. هاو كخزروا كيفاش ريتوه. هاوكا باش ما تحصلوش تقولوا هاو جاري. اخزروا هنا مازال سخونه خاطر ما حطيتوش في الثلاجه. اخزروا الفرق ريتو. هذه باش تعبوه وتحطوه في الثلاجه يولي بالطريقه اللي وريتها لكم انا، باش ما تحصلوش تقولوا يا مازال جاري وتخلوه يقعد يطيب اكثر من القانون، فهمتم؟ يولي ما عادش حاجه بنينه. انا عملت كيسان كبار شويه خاطر باش نعطي منهم بالطبيعه الجيراني. يلزمني نحط في كيسان كبار باش نوريكم كيفاش نزينوه بالكاجو. هاكا نعبوا الكيس للشطر، نعبوا كيسنا للشطر ونجو لهنا. هاكا ونحطوا الكاجو، فهمتوا؟
يجيه معناتها فيه جو خاص. ها توا نجومه فوق هاكا ونصبو عليه هاكا. ريتو كيفاش بدا يشد روحو باش ما تحصلوش، خاطر برشا عباد يقول يا جاني جاري يمشي هكا يزيد يقعد يطيب فيه حتى لونه منظره يتبدل وكل شيء يتبدل فيه، ما يقعد فيه شيء باهي. ساعة واحد يحصل، انا بدي ساعات نحصل راه. هاكا هاكا. توا الكاس هذا متاعنا احضر، نكملوا احنا نحضروا الكيسين ونوريكم النهايه وكيفاش معناتها شد روحه، وما شاء الله تعملوا بالصحه والشفاء. حضرنا الزرير متاعنا باش نوريكم التكستير متاعو القوام النهائي. هو اخضروا كيفاش تبارك الله جانا، اخضروا كيفاش ليس، ريتوه طري وليس في نفس الوقت. نتمنى تجربوا بالحق، والله فكره باهيه وتعجبكم. هنا الحكه بتاعنا هي باش نوريها لكم. هيك اخضروا كيفاه كلها طبقه بطبقه، باش كي نجو نقدموا الزرير للضيف نتاعنا ولا لعائلتنا نلقاوه كله فاكهه. فهمتوا؟ اللي عنده بندق يحب يحط ولا البيستاج هو حر. هاكا اخضروا الكاس كي دوروا ما يتيح منه شيء، خاطرو شد روحه. هاكا انتم ريتوه كيفاه جاري، يعني كي حطيتو تردوا بالكم التطيب نتاعو. ديما تحركوا كما قلت لكم. نجموا تعملوه باي نوع نتاع فاكهه موجوده عندكم. الكاكاويه حتى عملت لكم الزرير اللي بالكاكاويه في القناه نتاعي، يعني ساهل ورخيص وفي المتناول. فهمتوا؟ ان شاء الله تعملوه تاكلوه بالصحه. نستنى منكم جيمو كومنتير، الاشتراك في القناه. مواعيد قادمه وما خير، ونقولكم بسلامه وفي امان الله.